عندها الكفاءة، عندها الخبرة، واعتمدت واحد المقاربة تشاركية واسعة. وبالتالي باش من هذا التقرير تقرير مهم جدا يجب ان ناخذه بعين الاعتبار. هذا التقرير بهذه المقدمه لانه اعتبر جهه العتافلات جهه فقيره، باش ما نبقاو نقولوا عندنا موارد، اعتبرها فقيره واعتبرها وذكرها بالاسم من بين الجهات اللي غادي تستافد في الصندوق التاهيل الاجتماعي. إذا كاين شي ترافع ما نبقاوش نقولوا عندنا الموارد، خصنا نترافعوا على انه تستافد بالبيع في الصندوق التاهيل الاجتماعي اللي غادي تدعمه الدوله لمده انتجابين 12 سنه، يعني باش تدعم البنيه التحتيه اللي عندنا فيها الخصخ. هذه نقطه اخرى تكلموا الاخوان في الدستور الجديد على التدبير الحر، ومن احسن ما جاء به في الدستور المقاربه التشاركيه في اي فعل نموي. غادي نرجعوا للمستوى كاع ديال القانون التنظيمي حول الجهه، واش قريناه مزيان، واش فيه تنزيل هذه المسائل هادو، او لا انه شي كاين فيه هاد شي حوايج اللي خصنا نترافعوا باش تحقق. غادي نقول هذا الشيء اللي عندي في هذا الشيء جوج المبادرات غادي نقولها. تكلموا الاخوان على التجربه ديال اليابان، لانه الناس ما عندهم والو وهضروا على الانسان وكيفاش حققوا واحد الاقلاع وكذا، وهي في المنافسه الى غيره. دابا كاينه واحد الاتفاقيه مع الجيكا، الوكاله الدوليه مع العماله، وتعطات الانطلاقه لهذا المشروع الاتفاقيه. المهم العنوان الكبير ديالها هي تقويه القدرات الفاعلين المحليين. حنا خصنا انه ملي كنسمعوا تقويه القدرات كنقولوا واش يقولوا لنا، كنحسوا بانه بحالنا حنا ما عندناش ولا كذا. اذا كيهضروا دابا الاخوان عن التجربه اليابانيه غادي يستدعوا الخبراء ديالهم. خصنا حنا كفاعلين جمعويين وسياسيين ننخرطوا في هذا المشروع، نقلبوا، لانه واحد شكرا اخي الكريم. عندنا في جامعه فكلان العليا في تيجداد جات البوط، جاب المتخصصين في الطاقه المتجدده في جامعه كبران والناس اللي عندهم الماستر، وقلنا تما واحد الدراسه اللي بغيت نقول غادي تدار لقاء اخر في زنا، لانه خدوا بها على اعتبار جهه العتافلات غادي تكون رائده في الطاقه المتجدده. نتعاونوا ونسمعوا باش نحصلوا على ديك النقاط.